في العناوين: زياش ينهي موسمه مع غلطة سراي على إيقاع التوقيف. ممثل مصري شهير يشيد بتصرف البحيري مع لاعب الزمالك. دونجا: نترككم مع التفاصيل، لن يكون بمقدور الدولي المغربي. حكيم زياش: المشاركة في مباراة نادي. غلطة سراي أمام قونياسبور الأحد المقبل لحساب الجولة 32 والأخيرة من منافسات الدوري التركي سوبر ليج بسبب التوقيف. وتلقى زياش بطاقة صفراء في الدقيقة 59 من ديربي الأمس أمام فنربخشة، وهي الرابعة له هذا الموسم، ما يعني غيابه عن المباراة الأخيرة أمام كونياسبور للتتويج باللقب. ويحتاج غلطة سراي إلى نقطة واحدة فقط في المواجهة الأخيرة أمام مضيفه قونياسبور الأحد المقبل للتتويج رسميا باللقب، بينما يحتاج فنربخشة إلى الفوز على ضيفه إسطنبول سبور الجولة نفسها شريطة خسارة المتصدر ليتساوى الفريقان برصيد 99، حيث سيتم بعدها اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد هوية البطل. وحقق زياش ريمونتادا في مشواره مع غلطة سراي بعد شهور من الأداء المتذبذب، قبل أن يتألق في الجولات الأخيرة ويقلب الموازين داخل إدارة ناديه التي باتت متمسكة بخدماته بعدما كانت تلوح بعدم تفعيل بند شراء عقده من نادي تشيلسي الإنجليزي. وشارك زياش في 18 مباراة مع غلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف مقابل مساهمته ب3 تمريرات حاسمة. أشاد الفنان المصري الشهير نبيل الحلفاوي بلقطة النجم ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان خلال مباراة فريقه أمس الأحد مع لاعب الزمالك في إياب النهائي كأس الكاف. وقام ياسين البحيري خلال المباراة بإنقاذ نبيل دونجا لاعب الزمالك من السقوط على رأسه خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي. ونشر الحلفاوي صورة لإنقاذ البحيري لدونجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وعلق عليها بالقول: أجمل لقطة في اللقاء، الفارق بين الإنسان واللا إنسان الذي يتعمد الإيذاء. واحتضنه دونجا شكرا وعرفانا: هذه هي الرياضة. وأضاف: حمد لله على السلامة يا دونجا، وألف شكر وتحية يا ياسين.